السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبنا الكرام في الدرس الثاني من دورة تعليم الخياطة والبطرون أو كورس تعليم الخياطة والبطرون زي ما أنتم عايزين قولوا. الدرس الأول كنا قدمنا فيه طريقة أخذ المقاسات على المانيكان أو على الجسم، وعرفنا إزاي ناخد المقاسات بطريقة صحيحة، لأن الدرس ده مهم جدا جدا. ما ينفعش اخد المقاسات بطريقه خطا واجي اطبق على الباترون. طالما الاساس غلط يبقى كل حاجه هتبقى غلط. يعني اللي ما تابعش الدرس الاول ده يتابع الدرس الاول وبعدين يرجع لنا في الدرس الثاني. وقبل اي حاجه طبعا الناس اللي اول مره تنضم للكورس اعملوا كده اشتراك في القناه وفعلوا الجرس اشعارات على الكل علشان الدروس بتاعتنا مستمره. التعليم بتاعنا بادئ من الصفر ان شاء الله. بعد ما تخلصوا الدوره دي معايا الكل بفضل الله هيكون يعني احترف الخياطه بشكل عام، لان هنعمل فيها كل حاجه، كل شيء ان شاء الله نشرحه. هنشرح بلوزه وهنشرح الكورساج وهنشرح الشميز وهنشرح البنطلون وهنشرح المانتو والبلطو والجيبه، وهندخل باذن الله في تفاصيل التجسيمات بتاعه الباترون علشان السواريه. وان شاء الله يكون الكورس مهم جدا، يعني هيكون مفيد جدا ليكم يعني باذن الله. نبدا في الدرس الثاني ونشوف هنعمل ايه مع بعض. واول حاجه هنبدا بيها يا شباب هو المساتر ديت. المساتر دي طبعا اجيب المساتر دي ولا ما اجيبهاش؟ طبعا كلكم بتسالوا نفسكم هل هي مهمه ولا مش مهمه، نجيبها ولا لا؟ طيب لو جبناها وحضرناها مثلا علشان نشتغل بيها استخدمها ازاي او تستخدميها ازاي؟ كل الكلام ده هنشرحه مع بعض بالتفصيل. طبعا دي مزوره، دي اساسيه في اي مكتبه تمام، او اي عند المستلزمات بتاع اي حد بتاع خياطه تمام. وهنحتاج لوح ورق او لوح ورق زي ده من اي مكتبه اللي هو بيتكتب عليه، رخيص جدا وما فيهوش اي مشاكل خالص. وطبعا قلم يكون الوان علشان تشتغلوا بيه او قلم جاف عادي ما فيش مشكله. ندخل في المساتر بتاعتنا ونشوف اول مسطره عندنا. هو الطقم ده بيجي على بعضه، الطقم ده بالمصري عامل حوالي 170 جنيه تمام. مش غالي ولا حاجه، يعني بما يعادل حوالي 5 دولار او حاجه زي كده او 6 دولار. اول قطعه عندنا القطعه الطوليه دي اللي هي المسطره الطوليه، ودي بشتغل بيها في الاطوال بس، اشد بيها خطوط الاطوال اللي هي ايه طويله عن اللازم. القطعه الثانيه وهي الاطوال اللي هي اقل طولا تمام، وبشتغل بيها في هنا ميل اهوت او ميلان. برضو في بعض الخطوط لو عايزه ميلان بطلع برضو بشتغل بالميلان ده، لان دي مستقيمه وديت مايله. الدوران اللي هنا ده ممكن اعمل بيه البتاليتا بتاعه البنطلون، دوران البتاليتا بتاع البنطلون. دي استخدامات القطعه الثانيه دي. القطعه الثالثه والقطعه الثالثه دي مهمه جدا جدا، لان دي بعمل بيها الدوران بتاع الجيرو يا جماعه، بتاع حربة الإبط او حربة الإبط ايا كان. عندنا برضو المصطلحات علشان الاخوه العرب اللي بيتابعونا من جميع الدول العربيه. ده اسمه جيرو يا جماعه، حربة الإبط اسمها جيرو واحنا بنقول عليها جيرو كوم تمام، وده جيرو لياء. طبعا ما يبقى كامل بيبقى جيرو لياء تمام، او حردة إبط تمام. الدوران ده بنعمل بيه الحردة بتاعه الإبط دي تمام. بيكون بنفس الوضعيه دي كده تمام، وبنشتغل بيه تمام على حسب المقاس. وطبعا بحرك الريجه شويه كده، يعني شويه كده او شويه كده على حسب الوضعيه بتاعه الباترون اللي انا عاوز. دي بس بتساعد في الرسم تمام. وممكن بعمل بيها برضو الدوران بتاع الظهر بتاعنا، يعني بالبلدي كده ادي دوران الظهر. برضو لو هعمل دوران الظهر برضو بشتغل بالوضعيه دي. طبعا بحرك بقى الريجه على حسب ما انا عايز. طيب دي القطعه الثالثه. القطعه الرابعه دي بشتغل بيها المنحنيات اللي هي زي ايه؟ يعني مثلا كده هنا دي اهو، لو عملنا دي كده مثلا اهو، شوفوا كده بالدوران اللي هنا ده. دي طبعا في واحده الميلان بتاعها بيبقى جامد شويه، وفي واحده الميلان بتاعها بيبقى اقل تمام، بيبقى اقل. فطبعا بنفس الطريقه كده اهو، لو عفوا هنعمل كده اهو. دي الوضعيه بتاعه رسم الباترون وانت بترسمه كده تمام لحد هنا. هتبص تلاقي ترسم معاكم. طيب انا عند الهانش بتاعي اما بيزيد بشتغل بنفس الوضعيه، بس بقلب دي كده والفها كده. شوفوا بصوا الدنيا عملت ايه معايا اهو، شوفوا سهلت ازاي. هنا بتجيب الدوران مظبوط
والدنيا بتبقى معانا مظبوطه. تمام. دي القطعه الثانيه. القطعه دي الدورات اللي هي ايه؟ الاجسام المجسمه قوي بشتغل بيها. تمام. طيب القطعه الرابعه الخامسه هنا اللي معايا ده مثلث بشتغل بيه. المثلث ده وظيفته ايه؟ الوظيفه بتاعت المثلث ده الخطوط اللي هي فيها زاويه قايمه ما بتعملش معايا ميلان خالص، بطلع بيها بيبقى مفيش ميلان. يعني ايه؟ يعني بتطلع مظبوطه مستقيمه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا وليكن الزاويه دي الخط ده خط مستقيم، بحط وانا عايز اعمل خط مستقيم هنا الناحيه دي، لو عايز اعمل خط مستقيم الناحيه دي بشوف خط مستقيم كده او اخر القماش او اخر الورق، وباجي بالمسطره كده بالمثلث كده وبظبط الخط المستقيم ده وبشد خط على طول دايركت على طول، بيبقى الخط معايا ده ما فيهوش ميلان خالص ومستقيم والدنيا مقفوله وبعضش. طيب اخر قطعه معانا اللي هي القطعه دي، والقطعه دي بعمل بيها الحجر بتاع البنطلون. الحجر بتاع البنطلون. تمام يا شباب؟ طبعا ممكن تعمله من جوه ممكن تعمله من بره على حسب الحجم بتاع البنطلون. طيب كده خلصنا الدرس بتاع المساتر. ندخل ونشوف اول حاجه هنعملها مع بعض في الكورس بتاعنا. هنعمل حاجه اسمها باترون الظهر، وهنطبق المقاسات اللي احنا اخدناها في الدرس الاول ونطبقها هنا على الباترون، ونخلص الباترون خالص ونقفله على القماش. تمام. بنمشي خطوه بخطوه، ما تستصعبوش حاجه. الناس اللي ما عندهاش مكنه او ما اشترتش مكنه او مش قادره تشتري مكنه، يعني متردده تتعلم ولا ما تتعلمش، لا الموضوع المكنه موضوع سهل خالص. هعلمها لكم ان شاء الله، هتبقى من اسهل مما يمكن. تمام.